عايز أقول لك على سر، اللحظة اللي أنا بدأت أحس فيها إن أنا على أول طريق النجاح، هي اللحظة اللي قررت إني هابطّل أخاف من الفشل. عمرك لاحظت إنك أنت بتفتكر اللحظات اللي أنت فشلت فيها أكتر من اللحظات اللي أنت عملت فيها نجاحات؟ ولمّا بتفكّر تعيد المحاولة مرّة تانية، بتحس إن في حاجات بتشدّك لورا، صوت كده بيقول لك بلاش، أنت جرّبت قبل كده وفشلت. بس تعالَ أقول لك بقى المفاجأة، في دراسة علمية حقيقية إن عقلك بيخزّن التجارب اللي أنت فشلت فيها في مكان مختلف تمامًا عن التجارب اللي أنت نجحت فيها. حرفيًا المُخ بيخزّن الفشل في المناطق بتاعة الألم في المخ، وبالتالي كنوع من أنواع الحماية اللي بيفرضها عليك المخ، بيحاول يبعدك عن التجارب اللي أنت مرّيت بيها قبل كده وفشلت. يعني ببساطة عقلك مش بيفكّرك إنك أنت فشلت عشان تتعلم، هو بيفكّرك علشان ما تجرّبش تاني. عقلك نظريًا خايف عليك من الألم، وده بيكون السبب الحقيقي بيخلّيك تتهرّب من أي فرصة فيها شبه من قريب أو من بعيد بالمواقف اللي أنت مرّيت بيها قبل كده. طيب تعمل إيه؟ إزاي تعيد برمجة دماغك وتحرّره من التجارب دي؟ إزاي ما تخلّيهوش دايمًا بيواجهك ما بينك وما بين الحاجات اللي أنت فشلت فيها قبل كده؟ خُد الحاجات دي: 1، اتكلّم مع نَفْسك بس من غير جلد ذات، بدل ما تقول والله أنا فشلت والّا أنا فاشل، قُل المشروع ده كان فيه غلطات وأنا ما خدتش بالي منها، بس اتعلّمت منها. 2، اربط الفشل بالحاجات اللي اتعملت مش بنَفْسك أنت شخصيًا. يعني أنت مثلًا عملت موقع أونلاين، الموقع ده وقع أو فشل، ده فشل مش عشان أنت في شخصك وِحِش، علشان أنت نسيت أو عملت حاجة غلط، أو الجمهور اللي أنت اخترته ما كانش مناسب، أو الخطة كانت محتاجة تعديل، جايز التسعير اللي أنت عملته كان غلط. 3، احفظ وخلّيك عارف إن النجاح مش معناه إنك ما تفشلش، النجاح الحقيقي هو إنك أنت ترجع تحاول بعده مرة و2 و3 لغاية ما توصل للنتايج اللي أنت نفسك فيها. الفشل ما بيكسرش، لكن الترجمة اللي دماغك بتعملها للفشل هي اللي فعلا ممكن تكسر ثقتك أنت بنفسك. قول لي كده بأمانة في الكومنتات، إيه أكتر لحظة فشل مريت بيها محفورة في دماغك ولسه مأثرة عليك لغاية النهاردة؟ هستنى ردك في الكومنتات نتناقش فيه. السلام عليكم.